السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إكرام العيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان نهاية سعيدة لموسم استثنائي. طبعا كلنا شاهدنا مباراة الأهلي والمصري، والنهاية تعتبر نهاية سعيدة للأهلي، إن أنت تنهي موسم أعتقد إن هو إن لم يكن أفضل موسم في تاريخ الأهلي فهو من أفضل المواسم. موسم قدرت تكسب فيه بطولة أفريقيا والدوري والكاس والاتنين سوبر. قدرت تكسب كل البطولات المتاحة، كل البطولات اللي انت شاركت فيها ما عدا بطولة كأس العالم. طبعا احنا عارفين صعوبة بطولة كأس العالم، فطلعت رابع البطولة. مباراة كان مهم جدا ان انت الاهلي يطلع يتخطاها، يعني طبعا يطلع من الكاس ما فيهاش تعادل، فكان لازم يكسب اي نتيجة بقى تكسب بيها بحيث ان انت تخلص الموسم الصعب والطويل قوي. الاهلي ده الموسم قرب من سنة تقريبا او 11 شهر حاجة كده يعني. الأهلي طبعا ابتدى المباراة بالتشكيل الأساسي المتاح، يعني في ظل اللعيبة المصابة والموقوفة زي مثلا محمد منعم موقوف يعني، واللعيبة المصابة. الأهلي بدأ بالشناوي في حراسة المرمى، وفي اليمين باك يمين محمد هاني، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة، وفي الشمال علي معلول، في النص ديانج ومروان عطية وقفشة، قدام تاو وكهربا وحسين الشحات. مباراة كان طبعا زي ما قلنا لازم الأهلي كان يطلع كسبان فيها، دي أهم حاجة يعني الأهلي يعدي المباراة دي. يمكن الشوط الأولاني كان المصري يعني كان بادئ ضغط طبعا، والمصري يعني زي ما احنا بنقول ان حاجة مهمة جدا ان انت تعدي الموسم ده، فكان الأهم ان انت حد يعني. طبعا الأهلي معروف ان احنا ما بنحبش الأهلي يتغلب حتى لو بتلعب مباراة ودية، لكن في فرق معينة في بينك وبينها عداء تاريخي زي ما بيقولوا، يعني بداية من الزمالك وبعد كده الإسماعيلي والمصري وأخيرا بيراميدز. مصر طبعا بعد أحداث بورسعيد يعني اللي حصل. فالفرق الأربعة دي تحديدا يعني صعب جدا إن أنت تتلقى منها هزيمة. تخيل بقى آخر موسم بعد ما أنت عامل موسم استثنائي وتطلع خسران من المصري. والمشكلة التانية إن أنت كنت بتقابل علي ماهر تحس إن هو داخل التدريب أساسا، يعني هو هدفه من التدريب ان هو يعرقل الاهلي، مش مجد شخصي ليه مثلا او اي حاجه. تحس ان هو داخل عايز بس انا اداء الاهلي يعني. المباراه الوحيده اللي بيلعبها بحماس ونرفزه وعصبيه وبيقعد يتنطط على الخط في مباراه الاهلي يعني. ما اعرفش ليه، رغم ان هو كان زي ما احنا كلنا عارفين كان لاعب في الاهلي يعني. المباراة طبعا زي ما قلنا المصري بدأ ضاغط في أول ربع ساعة، وحتى يمكن في الدقيقة الثانية أو الدقيقة الثالثة كان ممكن مروان حمدي يجيب جون أنقذه الشناوي. قعد ربع ساعة المصري ضاغط لغاية لما بدأ الأهلي يلم نفسه يعني ويبدأ يمسك المباراة تاني. والشوط الأولاني خلص 0-0. الشوط التاني للأسف النور قطع فأنا ما شفتوش يعني، لكن بعد ما شفت الملخص واضح إن الأهلي كان أفضل في الشوط التاني. في الدقيقة الخامسة من الوقت الضايع أو في الدقيقة 88 الأول المصري جاب جون، وكان تسلل، كرة ثابتة يعني اتلعبت وحطها مروان حمدي. للاسف اللعيبه ما فطنوش يعني، لان واضح ان يعني زي ما كلنا عارفين، مش واضح بس ان خطوره المصري كلها في الكور العرضيه ومروان حمدي. كورنر في الدقيقه 5 من الوقت الضايع، الحكم احتسب 7 دقائق، مروان حمدي حسين السيد بيلعب بالعرض، مروان حمدي يحطها جول، وكلينيكيا تقريبا كده المباراه انتهت يعني. لكن بعدها بدقيقتين بيقدر حسين شحات بيستغل خطأ الياس الجلاصي، اللي كرة سهلة جدا معاه، كان ممكن يطفشها، ممكن يوصلها لأي حد، لكن هو اختار إن هو يحتفظ بالكرة، وبعدين اختار إن هو يلف ويخش 18، فضغط عليه حسين حمدي. ولما ضغط عليه حسين حمدي، حسين السيد، حسين الشحات، آسف حسين الشحات، لما ضغط عليه حتى حسين الشحات وخد الكرة كان طالع بره ال 18 يعني. فما اعرفش ليه الياس الجلاصي شده من التيشيرت، هي اعتقد انها حركة لا إرادية يعني. فالحكم احتسب ضربة جزاء واضحة جدا وسهلة جدا يعني. دخل علي معلول، ما شاء الله عليه، ما اعرفش ازاي قلبه يجيبه ويخش في الدقيقة السابعة او في الدقيقة العاشرة بقى بعد ما الكرة اتنفذت، ودخل حطها في نص الجون بالظبط، يعني نص ارتفاع ونص مسافة ونص كل حاجة يعني.
جاب جون التعادل. بعد كده الشوط الثالث والرابع كان الاهلي افضل فيهم، وبدا الاهلي هو اللي بيحاول الفوز لغايه لما قدر القندوسي اللي يعتبر نهايه باذن الله سعيده جدا ليه يعني، لانه باعتبار ان هو غالبا المهاجم الافريقي اللي جاي يكون على حسابه، قدر يجيب هدف يعني في كوره محمد طاهر لعبها قفشه، اتقطعت في الطريق لكن عدت من المدافع اللي هو كان اسلام مزين، راحت لقفشه، قفشه لعبها القندوسي، القندوسي رقص 7 يعني جميله جدا عملها عمرو موسى، وعلى حدود 18 طبعا تاو دخل ال 18 فاللعيبه بقى رجعوا معاه فشاطها القندوسي في الجول. طبعا الهدف الثاني يعني وهو ده اللي كان هدف الفوز للاهلي وهدف الصعود لدور قبل النهائي. الاهلي قابل انبي. يمكن نسينا نقول ان الاهلي التغييرات اللي عملها نزل قندوسي ونزل طاهر محمد طاهر ونزل عبد القادر. وفي الشوط الرابع بعد الهدف حصل بقى بعض اصابات، طلع مروان عطيه ونزل كوكا، وطلع علي معلول، ونزل كريم الدبيس. طبعا الثلاثه اللي نزلوا في الاول اللي احنا قلنا عليهم قندوسي وطاهر وعبد القادر نزلوا مكان خالد عبد الفتاح وديانج وكهرباء. الموسم طبعا زي ما قلنا يعني كان لازم جدا، يعني الموسم طبعا استثنائي يعني، كان لازم الاهلي ينهي نهايه سعيده بالفوز على المصري وبالفوز على علي ماهر. وكمان مش بس يعني انت بتكسب علي ماهر في الدقيقه كام، يعني هو بيجيب جول في الدقيقه 95 وانت بتجيب جول في الدقيقه 97 وبتكسبه نقط الضيع، مزايا بالجمله يعني المباراه. زي ما قلنا اخر مباراه للقندوسي برضو للاسف هي غالبا يعني في الاغلب انك انت المفروض هتجيب مهاجم على حسابه، باعتبار انك صعب جدا تستغنى عن اي حد يعني من الاربعه او من الثلاثه القدام اللي هم معلول وديانج وتاو. طبعا رضا سليم لسه جاي فهو الرابع اللي هو جه بدل برونو سافيو، فالمهاجم اللي انت هتجيبه ان شاء الله غالبا هيكون على حساب القدوسي اللي اعتقد ان هو هيروح شباب بلوزداد. اتمنى له طبعا التوفيق، ونتمنى له يرجع تاني للاهلي باذن الله السنه الجايه افضل من كده، ولاعب واعد يعني ولاعب جيد بس ما خدش فرصه كافيه في الاهلي. على ذكر المباراه الاخيره، فبرضه دي كانت المباراه الاخيره للدكتور احمد ابو عبله. الدكتور اللي انا على المستوى الشخصي رغم من الكلام اللي اتقال بقى وهو ايه سبب نشيانه ايا كان الكلام يعني، لكني شايف ان هو يعني في خلال ال 30 سنه الاخيره افضل دكتور جه هو وخالد علي، يعني هم دول افضل اثنين جم في تاريخ في اخر 30 سنه للاهلي، يعني ما اقدرش اقول التاريخ لان ممكن كان في حد افضل من كده، لكن في اخر 30 سنه هم افضل اثنين شفتهم هو خالد علي وابو عبله. ما ننساش ان ابو عبله ان هو كان السبب في ان الاهلي ما يتعاقدش السنة اللي فاتت مع مشاري بوف لما قال لك إن في إصابة، راح الرياض وكشف عليه وقال لك إن في عنده إصابة مزمنة، وفي الآخر فعلا مشاري بوف النصر استغنى عنه. برضه الموسم اللي فات رغم إن الأهلي احتياج الأهلي الشهيد للمهاجم، والأهلي بعد ما اتفق مع يعقوبه قال إنه في إصابة ممكن تأثر عليه، هو سليم يعني بس في مكان إصابة عمل أكتر من رباط صليبي فممكن تأثر عليه في المباريات الجاية، خصوصا في المباريات اللي بتلعب في أفريقيا وبتلعب في الدوري المصري، مش الملاعب ما هياش لاعب اوروبا يعني. وفعلا يمكن يعقوب لما راح روسيا راح الصين، ان هو عوض امرال يعني المهاجم البرازيلي الرائع اللي راح اهلي جده، فاغلب الموسم ما بيلعبش يعني اصابات مستمره. فتحيه طبعا للقندوسي، تحيه لاحمد ابو عبله، تحيه لكل اللعيبه اللي مشوا، اللعيبه الرجاله يعني. اخرهم يمكن كان موقف رائع من محمد محمود اللي الاهلي وجه له الشكر، لعيب سيء الحظ يعني ان هو اول ما جه الاهلي كان من افضل اللعيبه في مصر في وقت ما جه، وكان لاعب واعد يعني، جاله رباط صليبي فقضوا على مسيرته. وان كان هو برضه يعني في جزء سبب فيه لانه هو رفض اكتر من مره انه يخرج، كان مصمم انه يكمل في الاهلي فهو ما قدرش يعني، ولما خرج بقى كان اخر 6 شهور. فاعتقد ان هو لو كان سمع الكلام ومشي، سمع كلام موسيماني يعني ومشي من بدري زي كريم نيدفيد كان زمانه رجع زي ما كريم نيدفيد رجع حاليا. اعتقد ده اهم حاجه، اهم كان في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.